السلام هنعمل بقى عليكم ورحمة التفريقات اللي الله هناخدها وبركاته، معانا حبايبي في عاملين التراب ان ايه؟ شاء الله. النهارده عشان الاربعين. هوريكم فيديو كده فاحنا الأربعين بتاع جايبين موز اخويا. مستفندي الله وثلاث يرحمه بسكوت. وينور قبره يا رب. فهحط بقى كنا الكيس بنعمل ايه كده الرحمة البسكوت بتاعته، والموز بنطلع تراب والمستفندي، وبنوزعها. وهنحط دي فيها طبعا برضو بتختلف من الفراولة. مكان لمكان، فبنجيب كل كيس استفندي كده وموز الفاكهة اللي بتبقى وبونبوني كده، موجودة، احنا عندنا بيعملوها كده وبسكوت أو يعني قرص، بيحطوا لها وبونبوني بونبوني كده بنوزع وموز الحاجات ده على الأطفال. ومستفندي راح أقول نور وتاخد عليه. بسكوت او قرصة. فخدكم معايا كده هكمل بقى برضك بقية واحنا الكمية رايحين وارجع لقطة لكم كده بقى معانا في اكون التراب واحنا رايحين. خلصت، وهوريكم احنا وعايزة كل بالتراب ان شاء اللي الله. يشوف الفيديو يدعي له بالرحمة والمغفرة. اللهم اجعل ايام اخي في قبره افضل من ايامه في الدنيا. اللهم اجعله خلاص يتقلب من دي نعيم فتحة الى كتير نعيم. ده. اللهم اجعل بقبره نور من نورك يشع عليه فلا يستوحش ابدا، وافتح له نافذة تهب عليه منها نسائم الجنة فيتنعم ويتنعم حتى تطمئن روحه يا رب. اللهم اجعل الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعك وجارك وعرش الرحمن ظلالك. امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يرحمه ويرحم امواتنا المسلمين. عندي بقى بعد ما كبده، خلصنا بمسك ورحنا كده نص كيلو كبده. التراب وخلصنا هي عباره عن خلطه كده ما بتقعدش كتير وخلصنا يعني في التتبيله وعملنا وبتتخزن الأربعين، كتير. تبقى انا بس برضو اخرها يومين بيجوا ثلاثه بالليل بالكتير يعني. انا شيوخ عندي كبده بالشكل ده بيقرم كده، عندي ملح هتبلها بقى ده من اللي الملح. بيبقى الأربعين انا ده بتاعه. هعملها لو انتوا حابين وفي تقعدوها الشهر يومين ده ثلاثه اسبوع الله بالكتير قوي، يرحمه مش اكتر من برضو كده. عندي بقى ملح. الأربعين انما احنا بتاعه في هنعملها برضه شهر هوريكم التتبيله اتنين. بتاعتها، بس هنتغدى هو في بيها، شهر هعملها غدا النهارده. واحد ميت عندي مع الملح والدي اهوت برضو في حطيته. شهر واحد بنعمل الثانوية بقى، هتبقى إن انا ما شاء بحبش الله احط عليها السنة اكتر من الملح الجاية والفلفل وشويه الثانوية من الثوم بتاعته البودر. مع والده انتوا حابين تحطوا أبويا إن كمون شاء الله. كزبره اللي انتوا حابينه وفي شهر حطوه. اتنين انا مش كانت هحط توم والدتي برضه بقى اللي صحيح كانت علشان ما ميتة، يتحرقش معانا، عشان ربنا انا هعملها يرحمهم يا رب وينور بالرده. قبره. هنقليها كده. رحت بقى انت هتعملي كده روحنا نعمل الغدا. عند شويه الفلفل. انا بعمل الغدا في الشقه عشان ولاد وكده، فجبت كبده نص انا بس كيلو عندي بقى من كبده الثوم البودر، وبتبلها واحط ملح برضه شويه من البصل وفلفل البودر، عشان احنا قلنا وتوم مش هنحط فيها باودر حاجه ثانيه، بس وبصل هتبقى باودر. تتخن ولا احط اللي اي حاجه، حابب عشان يحط طبعا الكبده ما كمون بتستحملش كزبره، تخلي ولا الكلام اللي ده خالص، حابب بالذات يحط. لو انت بس انا هتعينيها بستمتع بس تفرزيها. انما ايه بالحاجات دي. تفريزها مش هيبقى كتير بدقوا يعني. قرن فلفل لا مع كده. فصين قلبي بقى كل ثلاثه توم المكونات دي كلها كده، مع بعضها كده عند بدقهم الفلفل، وبرضك واسيبها بحطهم لغايه لما عليه. اكمل بقيه التتبيله مش بتاعتي. بحط خل كده متبله اهي ولا بقى، حطيت عليها معلقه وبالذات لو فلفل هتفرزيها. ضربها في الكبه انا الفيديو ده كنت مع بوريك برضك بس ما هي ينفع دي ما كويسه ينفع جدا عامه. ان هي عندي بقى تتفرز. الرده وعندي بلاش تحط البقسماط خل ولا ليمون بارد، عشان ما وفي اللي هو تهرهاش، عشان كده الحراق مش جايبه من عند هتستحمل. العطار جاهز، وملح وشويه واخرها كزبره خلاص صغيرين، دي معلقه تتبل دقيق. يعني البقسماط مع تتخزن مع ملعقه يومين الدقيق مع ثلاثه الرده ما تخليش بالكتير. الرده فانا تتحرق هعملها وتبل بالرده بقى. الكبده. فانا جبت عشان احنا رده عارفين ان الكبده مع الرده وبقسماط ممكن ومعلقه لونها يتغير دقيق. وتتحرق على طول. بنحط البقسماط اقلبهم واتبلها بقى معاهم، ومعلقه الدقيق عشان الرده ما تتحرقش معانا وندخلهم بسرعه. الثلاجه تمسك لو الكفر حطيت بتاعها يمسك الرده بس لوحدها التتبيله. بتتحرق. فاحنا حطينا الرده مع الدقيق مع بالشكل ده البقسماط كده احنا وبنقلبهم بنقلبها مع مع بعض، الدقيق مع الرده وبتبلها مع برضك شويه توابل الفيجيتار كده او بصار، البقسماط الناعم بتاعك وبتحطيها بتدي طعم حلو وشويه وجربيها توابل. بحط لها بس بالرده شويه بتبقى بصل. طعمها حلو. عندك كده كده. ممكن لو عايزاها كلها فيجيتار او بقسماط انا عايزه اقسمها عشان احنا اللي كبير كده، يريحك يعني. عشان نعرف بس انا دلوقتي نتحكم جبت فيها. الكبده لقيتها كبيره، عشان نعرف فانا هقسمها بس ايه نصين عشان نعرف نتحكم فيها في في ان احنا نبطنها بالبقسماط وبنقلبها وكده. بالشكل ده وبعد كده. ما هتبلها انا حطيت الثوم اهوت، الثوم اللي واحنا انا مش هنبص فرصه عليها الثوم زي الاخضر. الفراخ ولا كده. هرسته كده في الهون او في الكبه بتاعتي مع الثلاث اربع فصوص كده ثوم بالراحه. كده. ممكن هتبل بقى بقى حاجه برضو كده الكبده وندخلها طبعا برضو مش بالفريزر. هنبططها ولا نتك عليها زي نعمل كل البانيه. الكميه، انا كمان بس واحده معاها اهي. هنخلص كل الكميه واحطها بالشكل ده. في التلاجة عشان الكفر بس بتاعها يمسك شويه، زي برضو زي لما بنيجي نعمل كمل بقى البانيه الكميه بتاع ودخلها الفريزر الفراخ. عشان يجي. بالشكل ده. هنحطها عشان برضو تمسك وكده معانا. وهنوضب بقيه عندي الاكل. بقى هعمل بعمل المكرونه، جنبها اكله كده كبده بسيطه وسريعه. مكرونه. هعملها جنب فانا بحب اقلل البيت المكرونه اعمل الكبده لها بصله المقليه. عندي واحمرها. بصلايه كده ممكن بشويه تضربها الزيت مع الطماطم. واحمرها. بحب بقى اعملها بالبصله فصين والزعتر. 3 توم. لو عندك قرن قرن فلفل اخضر فلفل برضو احمر تضربيه على مع حسب الطماطم انت ما بتحبي يعني. وفص كل ثوم واحد بتديها طعم حلو. ليه احمر طريقته في البصلايه الاكل، كده ده وليه لون برضو الحاجه اللي حلو، بيحبها اللي انت واحط وانزل بتحبيها ممكن بالطماطم. انت تضيفيها. عندي ممكن انت البصلايه انا كده ما خلاص بحبش اهي. الحاجه دي اشيلها، انزل بقى انت عليها ما بالطماطم بتحبي اللي انا الحاجه دي حطاها تحطيها. مصفياها. كل واحد طبعا على حسب بسم الحاجه اللي الله الرحمن بيحبها الرحيم. وبيرتاح لها. انا حطيت بقى الطماطم بعد ما حطيت معاها قرن فلفل وضربتهم وفصين توم، بحطهم بقى على البصله بعد ما بتدبل احط كده عليها وتاخد الطماطم. لون بسيط. بقلبهم واغطي عليها لغايه ما تتسبك الطماطم بتاعت الصلصه عندي بتاعت ملح. المكرونه. طبعا بنحط لها الملح بتاعنا والفلفل. وعندي شويه حابه فلفل، تحط انا ما برضو بحطش الا ملح كمون وفلفل بس حط، بس انا للمكرونه ما الصلصه بتاعت بحبش المكرونه. الكمون قوي فيها يعني. فحطيت بقى الملح وعندي والفلفل شويه بس. شطه. وشويه شطه كده لو انت حباها حراقه سبايسي يعني. وعندي الحله التانية حاطه فيها ميه سخنه وشويه اقلبها بقى زيت واسيبها وشويه لغايه ما ملح. تتسبك، وارجع لو عندي شويه ميه زيت اهي وشويه ملح معلقه اللي عليها هي تغلي الميه، فيها واسيبها لغايه الميه اما علشان نحط الميه تغلي المكرونه. وكده طبعا واسلق المكرونه المكرونه. برضو اللي انت بتفضليها
بالكميه برضو اللي انت عايزاها. دي احنا حاجات يعني غدا بسيط وسهل. وطبعا البنوتات اللي هي بتتعلم جديد بس في المطبخ اللي داخله تساعد مامتها، المكرونه حاجات بسيطه وسهله بنعملها، وغدا سريع يعني قلنا نعمل غدا سريع. حطيت بقى انا كيس ونص من المكرونه
سيبها بقى تتسلق حطيته وهسلقها ونرجع مع بعض كده ونكمل تتسلق. نشوف انا ما عملنا ايه كده. بسلقهاش يعني سلقه كامله. انا بسلقها 3/4 سلقه نقلبها كده، كده بكمل الربع السليق بتاعها مع الصلصه بتاعه المكرونه. لما بالشكل ده. بتتسبك كده وتقرب خلاص على التسبيكه، بسيبها ان هي تاخد من الطعم الصلصه والتوابل. يعني بحط المكرونه في قلب الصلصه بقى، تاخد من طعمها وكده، من طعم التوابل والتسبيكه. خلصتها وهقلبها، بالشكل ده كده وبعديها بقى هنروح جايين هسلقها بقى واحطها مطلعينها. في قلب عايزاكم التسبيكه بتاعه ندعي الطماطم بس بتاعه اللي يشوف المكرونه الفيديو بتاعي يدعي يتسبكوا. لامي ولابويا هخلصها وارجع لك. ولاخويا، ويدعي لاخويا ربنا يرحمه يا عندي رب. بس يا اللهم يا مصطفى كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم، عندي اغفر المكرونه لموتانا اهيت والموتى بالشكل المسلمين. ده كده. اللهم هسيبها بقى اجعل تستوي الجنان هي وحطيتها في قلب دارهم الصلصه وقرارهم. اللهم وهسيبها بقى اجعل تكمل بقيه لقائنا بهم سواها في في قلب جنة الفردوس الصلصه. بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هكملها اسقي كل ونرجع ميت بقى تحت مع بعض. التراب غيثا يرتوي منه تراب وتغسل منه النهارده بقى ذنوبه. هقليها في اللهم اغفر الزيت لمن عند عشنا الزيت معهم سخن اجمل اهي. السنين، وهزنا اليهم الزيت ده كده بسم الحنين. الله اللهم الرحمن الرحيم. اجمعنا بهم في جنتك، في جنتك اللهم بالشكل ده كده امين. رحم الله ضحكات لا كده تنسى هقلب بقى وملامح بالشكل لا ده تغيب على عن البال، الناحيه وحديثا التانيه. اشتقنا لسماعه. واحنا اللهم شايفين طبعا امين. ربنا الزيت يرحمهم بيبقى ويرحم كل امواتنا نضيفه المسلمين يا رب. ازاي عشان معلقتين عندك دقيق كده بعد ما وبقسماط، طلعتها مش حاطين حطيتها بقى رده في بس التلاجة علشان الكفر بيمسك الرده شويه، بتحرق وحطها. شايفين الزيت بتاعها الكبده بيبقى وبتحرقها فاتح في الزيت ازاي وبتخلي الزيت ومش يبقى لونه محروقه، غني لونها حلو جميل اهو، وبتبقى جامده ما وبنطلعها من تحروقش. عشان الفريزر معلقه الدقيق يا دوبك حاجات حطينا بسيطه مع تفك حاجات بسيطه ونروح الرده جايين منزلينها في قلب الزيت. وشويه كمل البقسماط. بقيه الكميه بقى يعني وارجع كوبايه لك. من الرده مع نص كوبايه من البقسماط. وخلصت الغدا وحمرت كل الكميه، وخلصنا الغدا بتاعنا. وده كان غدانا النهارده. متنسونيش يا حبايبي بقى في اللايك وفي دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله.